اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ببركة نبينا محمد. بيقول لي أي مما يلي صحيح عن المناعة في النبات؟ بيقول لك المناعة التركيبية والمناعة البيوكيميائية. طب ما نيجي كده نتناقش أنا وأنت. هي ود المناعة التركيبية عبارة عن إيه؟ المناعة التركيبية عبارة عن إن هي بتمنع دخول. أيوه صح، أربعة. إيه هم اللي بيمنعوا الدخول؟ أدم مقدار خلوي في اللينسومو، حلو. وبيمنع انتشار. يبقى بتمنع دخول وبتمنع انتشار، صح؟ زي التليوزات، زي الحساسية المفرطة، زي الغزل الفطري. كل ده بيمنع انتشار، كلام جميل. زي التليوزات. المناعة البيوكيميائية هي ما بتمنعش دخول، خلاص دي مادة كيميائية بس. يبقى هتمنع انتشار، هتقتل بقى، هتتفاعل مع السم، فتمنع الانتشار لكن مش بتمنع دخول. حلو الكلام. فأنا عايز هنا تمنع دخول وانتشار، وعايز هنا بتمنع انتشار، يبقى الإجابة ألف. بسم الله. هنا كده أنا كتبت كده عشان نحاول ننجز. الصموغ مناعة تركيبية، الحساسية المفرطة مناعة تركيبية، الإنزيم نزع السمية بايوكيميائية. طب إيه وجه الشبه منهم؟ إن الصموغ جت نتيجة إصابة، الحساسية المفرطة نتيجة إصابة، إنزيم نزع السمية نتيجة إصابة، أو كلهم بيتأثروا بمستقبلات. يبقى أنت عندك حاجتين، يا إما جم نتيجة إصابة أو اتأثروا بالمستقبلات. حلو، فين بقى ده؟ تتكون نتيجة إصابة، يبقى الإجابة د. لا تتبع خط الدفاع الأول، يعني عايز خط الدفاع الثاني، يعني عايز بايو كيميائية. طب حلو، البايوكيميائية ثلاثة ولا إيه هم؟ مستقبلات، مواد كيميائية، بروتينات. يبقى هنا المستقبلات مش موجودة، مواد كيميائية مش موجودة، يبقى هنا إنزيم نزع السمية اللي هي الإجابة د. بالراحة كده. تمنع أكل النبات من حيوانات الرعي، مفيش غيرها، أشواك. حلو الكلام. على مهلنا كده. عندك هنا دي صموغ، هي الصموغ موجودة في الأشجار الإيه؟ الخشبية. زي النباتات البقولية، بعض النباتات البقولية زي الأشجار البقولية زي الصنت. أهي الصنت. تعالى هنا. الشكل المقابل يوضح تأثير بشرة، تعرضت بشرة ساق خشبية، ساق خشبية للتمزق. يبقى بدون نقاش ده الفلين. كلام جميل. طب الفلين الجميل ده اتكون ازاي يا حبايب قلبي؟ تعال اما نشوف. النسيج س ده اهو هيكون الفلين ده اهو. طب عشان يكون الفلين ده اهو هينقسم ايه؟ ينقسم ميتوزي. طب هنا بيقول لك البشرة، يبقى الخارج مش للداخل طبعا، مفيش للداخل، هو للخارج، يبقى ميتوزي وللخارج. يبقى هنا كده بسم الله توكلنا على الله، قسم ميتوزي ميتوزي ميتوزي، يبقى ب وج وده ينفعوا. طب عندنا دلوقتي الانقسام الميتوزي جهة الداخل، يبقى دي غلط، ما تنفعش. جهة الخارج صحيحة. انقسام الميتوزي لتعويض البشرة الممزقة، لا، هو هنا كون فلين زي ما انت شايف، مش عوض البشرة الممزقة، يبقى خلايا فلين جهة الخارج. سؤال 7، سؤال جميل. بيقول لك تكسب النبات دعامة، يعني ادت للنبات دعامة، ماشي. ولها دور في المناعة التركيبية قبل وبعد الإصابة. يبقى هي قبل وبعد الإصابة موجودين، هما اتنين. قول لي مين؟ هقول لك الجدار الخلوي، عشان الجدار الخلوي موجود وبيتنفخ نتيجة الإصابة. إيه كمان؟ الفلين موجود وأما بيتقطع بيتكون جديد نتيجة الإصابة. يبقى أنا عندي اتنين، يا إما جدار خلوي يا إما فلين. مين موجود؟ الخلايا الفلينية. هنا ده سؤال سهل جدا ما فيهوش أي حاجة. مما صحيح عن التليوزات، هو مش سهل جدا وفيه كل حاجة. تعال اما أقول لك بالراحة كده. الخلايا البرانشيمية على مهلنا حية ولا غير حية؟ حية. يبقى الخلايا البرانشيمية حية. ملجننة ولا غير ملجننة؟ أقول له غير ملجننة. يبقى هي حية وغير ملجننة. طب تعالى نتكلم مع بعض.
الأوعية الخشبية. الأوعية الخشبية ممكن تركز مع أخوك كبير. عندك الأوعية الخشبية يا دكاترة مالها؟ الأوعية الخشبية حاجتين، غير حية وملجننة. صح، يبقى هنا حية موجودة داخل غير حية، أو غير ملجننة موجودة داخل ملجننة. يبقى أنا عايز جملة من اتنين، حي داخل غير حي، أو ملجنن موجود داخل غير ملجنن. يبقى هنا الإجابة ألف تنفع، وجيم لو صلحناها وخليناها غير ملجننة داخل ملجننة كانت تنفع. يبقى الإجابة ألف. تعال نحل ده مع بعض كده أكنه مصطلح علمي. بيقول لي أثناء الاختراق المباشر، يبقى انتفاخ الجدار الخلوي، يبقى هنا الجدار الخلوي. بيقول لك الصدمات، يبقى دي خلايا الفلين. بيقول لك قطع في الخشب، يبقى دي التليوزات. شوف بقى انت عايز ايه، يبقى انتفاخ جدار خلوي، فلين، تليوزات. انت عايز صاد وعين. طب صاد وعين يا دكاتره، يبقى انا عايز فلين وتليوزات، يبقى الاجابه الف. سؤال 10. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اول ما تشوف البتزايه دي كده على طول تكتب كده بالترتيب: بالريسايكل، لحاء، كامبيوم، خشب. الريسايكل، لحاء، كامبيوم، خشب. طب اعرف هكتب ازاي يا مستر؟ هقول لك انا تبدا ازاي. اول ما تخش في الامتحان تقوم قايل كده: بريسايكل، لحاء، اسمعني بس، كامبيوم، خشب. هعرف اميز؟ هتعرف تميز. الخشب يا ولا دايره كده، هتخش جوه البيتزايه دي تدور على الدايره دي، هو ده تركيب الساق طبعا. طيب هتلاقي الدوريه دي، اول ما تشوف الدوريه دي يبقى ده الخشب. تكمل فوقيه بقى كامبيوم، فوقيه لحاء، فوقيه بريسايكل. هم قدامك اهو. يبقى ده بريسايكل، لحاء، كامبيوم، خشب. انا كتبت لك بس خشب ثانوي كبير وخشب ابتدائي صغير بس كده. طب هنا بيسالك، بيقول لك تكوين التليوزات. هي التليوزات بتتكون فين؟ هتبقى في الخشب بس. طيب جميل السؤال. طب في الخشب، الخشب حرفه ايه؟ حرفه زد، يبقى الاجابه د. سؤال 11 عبيط، والله عبيط بس يوقع. يقول لك نبات الفول لمنع انتشار ميكروب سام، فواحد يقول لي انزيم نزع السميه. غلط. يقول لك بعد فشلوا في القضاء عليه، يبقى حساسيه مفرطه. فشل في القضاء عليه، حساسيه مفرطه. ارجع للشرح تاني. اي الاستجابات المناعيه التاليه تعبر عن جدار الخليه كجزء من المناعه التركيبيه؟ هو الجدار يا اما بيتكون من السليوز، مغلظ بالسليوز، بالليجنين، بالسوبرين، يصعب على الكائن الممرض اختراقه، دي رقم واحد. يا اما نتيجه الاصابه هيتنفخ في طبقه البشره وتحت البشره، فهو بيقول لي كاستجابه للاصابه، يبقى يتنفخ في طبقه البشره وتحت البشره، ما فيهاش اي كلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هو اللي قدامنا ده تركيب الورقه، مبدئيا كده خدناه في تانية ثانوي قبل كده. كل الخلايا اللي هنا في الشكل المقابل خلايا برانشيمية. أنا بتكلم على الورقة لأن في فطر. حلو. هنا دي بشرة عليا، هنا بشرة سفلى. ده نسيج عمادي، ده نسيج اسفنجي. يبقى بشرة عليا، بشرة سفلى اهي، عمادي، اسفنجي. كلام جميل. اتعلمنا في كتاب الامتحان ان احنا هنا كده دي خلايا حارسة، وكان الفتحة الطبيعية اللي هي الصغر دايما بيبقى وراه مسافة بينية، هواء، غرفة هوائية، حتة فاضية، يبقى ده الصغر على طول. طب هنا الجراثيم اهي بدأت تعمل ايه؟ هيفات، امتدادات، تطلع كده امتدادات. طب الامتدادات اللي طلعت دي، بسم الله توكلنا على الله، الامتدادات اللي طلعت دي بالراحة كده، ايه اللي هيبدأ يحصل؟ النبات يحاوطها بغلاف عازل، يفضل يحاوط 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 يحاوط. ليه؟ عشان يمنع انتشارها. يبقى انا هنا عايز احاطط الهيفات بغلاف عازل لكي يمنع انتشارها. سهله. يقول لك درجه انتفاخ الجدار الخلوي،
امتى؟ اثناء الاختراق المباشر. طب ما سهله، قبل كان بنسبه، بعدها يزيد هيتنفخ، يبقى دي ما حصلش حاجه، دي ما حصلش حاجه، هنا قل هنا زاد، يبقى اكيد صاد. السؤال اللي وراه، يسهل على الميكروب اختراقه. هيخترق الميكروب. طب اما هيخترق الميكروب وبيقول لك يسهل اختراقه، يبقى ولا في لجنين بقى، ولا في سوبرين، ولا في كيوتين، ولا عليه اي حاجه. هنا يسهل الاختراق، ادخل ادخل ادخل، مفيش اي حاجه، معلوش اي مواد. ليه؟ اصل لو عليه اي ماده هيمنع دخول الميه. ودي مين دي اصلا؟ دي شعيره جذريه. حلو. مين ده؟ برانشيمي. مين ده؟ سكالرانشيمي. حلو. مين ده؟ بشرة. كلام جميل. ايه الكلام الحلو ده؟ هو احنا بس هناخد الكلام من هنا نرتبه هنا. تعال اما اقولك، احنا خدنا قبل كده ان الصبار، وخدنا اللؤلؤية النبات المائي، ورد النيل. الصبار كان عليه كيوتين كتير. طب الأولوديا الكيوتين قليل، يكاد يكون منعدم يعني. حلو، قليل، هنعتبره قليل. طيب عندنا دلوقتي الصبار، بالراحة كده، عليه كيوتين كتير. العلاقة بين الكيوتين والاختراق علاقة ايه؟ عكسية. كل ما الكيوتين يزيد يصعب تحليله، الكائن المريض ما يعرفش يدخل. يبقى هنا دلوقتي الصبار هو أقل اختراق، يبقى صاد ده صبار. حلو الكلام. طب والأولوديا أعلى اختراق، يبقى ده الأولوديا. والفول بقى من ده على مرندة في النص، يبقى الإجابة هنا هيبقى س أولوديا وصاد صبار وفول، يبقى الإجابة هنا هتبقى عندنا ج. السؤال اللي وراه بيقول لك المستقبلات موجودة قبل وموجودة بعد، بس هتزيد بعد. طب هنا قبل زيادة قلت، يبقى دي غلط، يبقى الإجابة هنا خاطئة. خاطئة على طول كده. هنا 4 وهنا 4، لا متساويين، غلط. أنا عايز قبل قليل وبعد زيادة، يبقى الإجابة د. السؤال 18، يلا. هو دي إيه؟ دي تليوزات. حصلت فين؟ حصلت في الجهاز الوعائي. طب هي التليوزات بتخش عن طريق الإيه؟ عن طريق النقر. تمام. هي حصلت إيه؟ حصلت بعد الإصابة. طب تعالى هنا، هي دي طبقة الإيه؟ دي طبقة البشرة. إيه اللي حصل لها؟ اتنفخت، الجدار الخلوي فيها. طب هنا ممكن تكون موجودة قبل وحصل انتفاخ نتيجة إصابة. تمام. طب هنا لأن التلوثات ما بتكونش غير بعد الإصابة بس، لكن البشرة موجودة. تمام. طب مين بيأثر على الاتنين يا ولا؟ المستقبلات. كلاهما نسيج وعائي، ده ينفع صب بس. كلاهما يحدث في البشرة، س بس. كلاهما يتم تنشيطه بالمستقبلات، صح. كلاهما له دور قبل وبعد، س بس. تمام. هنا بيقول لي وجه الشبه. قلت لك الوجه الشبه بين اي خليه 4 حاجات. رقم 1 ركز، وجود سليوز. رقم 2 مستقبلات. رقم 3 كنافينين. رقم 4 سيفالوسوبارين. يبقى دي اللي هدور عليها وبعدين ننفي. طيب هنا كده بيقول لك بين الخليه واحد البشره والخليه، ليه؟ بين الخليه 1 والخليه 3. كلام جميل. يبقى بين 1 و3 ايه وجه الشبه؟ واحدة من الأربعة، سيليوز، مستقبلات، كنافينين، سيفالوسوبارين. طب هنا كيوتين غلط، كيوتين غلط. هتقول لي ليه؟ هقول لك تعالى. تعرف أنا أقول الكيوتين ده في مين؟ أقول الكيوتين ده في 1 و4. 1 و4 أقول فيهم كيوتين عادي. عارف ليه؟ تعالى أما أقول لك ليه. 1 و4 هيبقى فيهم سيليوز، هيبقى فيهم مستقبلات، كنافينين، سيفالوسوبارين وكيوتين.
لان دي البشره العليا ودي البشره السفلى، يبقى زاد عليها الكيوتين في الكلام اللي احنا قلناه ده. لكن احنا بنقارن بين 1 و3، مفيش كيوتين في الاثنين. انزيم نزع السميه، اركن انت بقى، ده بيجي نتيجه اصابه، وفوق بيقول لك غير مصاب. مستقبلات وكنافينين، مظبوط، الاجابه طبعا د. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. عند اصابه النبات باحد انواع البكتيريا السامه، واحد من اخواتكم قال لي انزيم نزع السميه، قام معلي صوته كده، قلت له لا. قال لي طب لا ليه؟ قلت له تعالى، هو انزيم نزع السميه بيتفاعل مع السموم عشان يحولها من ماده سامه لماده غير سامه. تمام. طب انا هختار هنا ايه؟ هختار سيفالوسوبارين. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان هو بيقتل. حلو. طب السيفالوسوبارين بيقتل؟ طب ايه يا مستر اللي خلاك تقول بيقتل؟ بيقول لك البكتيريا موتها. الماده اللي دخلت دي دخلت مع انزيم المهم موت البكتيريا في الاخر. طب انا اسالك سؤال، اللي بيموت 4، فاكر الاربعه اللي بيموتوا؟ فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبارين. اسمعهم: فينولات، جلوكوزيدات، كنافينين، سيفالوسوبارين. يبقى هنا سيفالوسوبارين. سؤال 21، سؤال عبيط خالص، متعلم اهو. بيثبط، اللي بيثبط مفيش غيرها في المناعه كلها، فينولات، جلوكوزيدات. خلصت. يبقى هنا هنختار جلوكوزيدات الف. ده سؤال جميل، سؤال 22. تركيز السموم بدأت تقل. طب السموم بتقل، يبقى الأحماض الأمينية زادت، يبقى إنزيم نزع السمية زاد، لأن العلاقة بينهم علاقة إيه؟ عكسية. يبقى هنا أحماض أمينية بروتينية، محلول في كتاب الامتحان زي ما هو نفس السؤال تقريبا. بص، عشان بدون حوارات، إذا علمت أن مسبب المرض تتم بداخله متفاعلات من ألف إلى باء لإنتاج المركب السام س، أي من المتوقع أن يؤدي تأثيره إلى وقف. يثبط التفاعل. طب مين بقى اللي بيعمل كده بيثبط؟ فينولات، جلوكوزيدات. يبقى هنا هختار فينولات. يلا بينا، سؤال جميل قوي، سؤال 24 ده. المادة ايه زادت؟ جميل. يبقى اذا ما ينفعش ولا انزيم نزع السمية ولا انزيم نزع السمية. ليه يا مستر؟ عشان انزيم نزع السمية بيبدأ من الصفر ينزل للصفر. ماشي. يبقى دي مستقبلات كنافينين سيفالوسوبارين. ماشي. يبقى مستقبلات. جميل. هختار سموغ ولا كيوتين؟ يا حبيب قلبي الكيوتين ما ينفعش نختاره هنا. ليه؟ عشان الكيوتين بيبقى ثابت كده من الاول للاخر، يبقى الكيوتين غلط. طب تعالى بقى، هختار سموغ. وعارف ايه اللي بيأكد لي؟ بص هنا كده، السيقان الخشبية في الصمت، يبقى صمغ على طول. يبقى الإجابة طبعا جيم. السؤال اللي وراه، هنا ايه يا حبايب قلبي؟ حل بالراحة كده وركز على مهلك كده. هو هنا ايه يا حبايب قلبي؟ هنا في كائن ممرض طلع سم. ما هو افرز ماده، هيفرز ايه؟ يعني سم. مين اللي هيتفاعل مع السموم؟ انزيم نزع السميه. يبقى صاد دي مفيش خلاف عليها، انزيم نزع السميه. طب مين هيتعامل مع الكائن الممرض ده ويقاومه؟ اللي هيقاومه يلا كنافينين، سيفالوسوبارين، فينولات، جلوكوزيدات، يقتلوه ويخلصوا عليه. يبقى عندنا س دي تنفع 4 حاجات. هنا جاب لك اهو. تعالى، صاد انزيم نزع السميه، يبقى عايز صاد انزيم نزع السميه، انزيم نزع السميه، انزيم نزع السميه. يبقى سيفالوسوبارين هي الإجابة. مستقبلات هتدرك تنشط. هو هنا بيقول لك السهم مقاومة، مش ولا تنشيط ولا حاجة. سؤال شبيه بتاع كتاب الامتحان، والكتابين ممتازين ما شاء الله عليهم، واللهم بارك. يعني ده بيجيب أفكار وده بيجيب أفكار، فأنت بتجمع أفكار الاتنين مع بعض، فدي حاجة كويسة. خلايا البشرة وخلايا القشرة، إيه وجه الشبه بينهم؟ تعالى بقى نقول بالراحة كده. رقم 1 سيليوز، رقم 2 عندك هنا يبقى السيليوز، ايه كمان؟ مستقبلات، ايه كمان؟ كنافينين، ايه كمان؟ سيفالوسوبارين. يبقى عندنا دلوقتي اللي مشترك بين الاثنين يبقى سيليوز، مستقبلات، كنافينين، سيفالوسوبارين. حلو الكلام. يبقى هنا السيليوز والمستقبلات. بالراحه كده وعلى مهلنا.
كيوتين طبعا غلط. غلط ليه؟ عشان دي شعيره جذريه. سيوبارين مفيش في الشعيره الجذريه الكلام ده. هنا بيقول لك لا تمتلك مناعه بايوكيميائيه. يعني ما بتنتجش مواد، يبقى حاجه ميته. فيلين ما بينتجش. عندك بعد كده السكرانشيمي ما بينتجش، الاوعيه ما بتنتجش، الانبوبه الغرباليه ما بتنتجش. ليه؟ عشان كل دي حاجات ميته. طب هنا الاسكرانشيم اهو، ده مش هينتج. يبقى هنا البرانشيمي، هنا الكولانشيمي هينتج انسجه حيه. يبقى مين مش هينتج هنا؟ اقول له صاد. فين صاد؟ اهو. اسئله المقالي سهله وجميله وعسل وقمر. هنا بيقول لي كده بالراحه: كان موجود وزاد. كان موجود وزاد. موجود وزاد، يلا مستقبلات كنافينين سفاروسوبارين، بس ده اعلى واحد، يبقى مستقبلات عشان في تحتيه اهو. صاد كنافينين سفاروسوبارين، احماض امينيه غير بروتينيه، بدأ من الصفر زاد نزل للصفر، يبقى ده انزيم نزع السميه. اهم مكتوبين قدامك: مستقبلات، احماض امينيه، انزيم نزع السميه، موجود وبيزيدوا. بقول لك لو في المرحلتين مناعه تركيبيه في المرحلتين قبل الاصابه وبعد الاصابه حفظناها، قلناها كتير، كررناها كتير في الحل بتاع الكتب. يبقى عندنا دلوقتي الفلين موجود ويتكون نتيجه اصابه، الجدار الخلوي موجود وهيتنفخ نتيجه الاصابه. اخر سؤال، السؤال قبل الاخير، سؤال 29 نحله ازاي؟ تعالى كده اما اقول لك على حاجه قبل بس ما نبص انا كاتب على ايه. هنا موجوده 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 موجوده، وهنا موجود وبعدين زادت الحته دي. عارف ده مين؟ السليوز. طب انا خلصت 2 في 1، خلصت الجميله العسل دي وخلصت الجميله العسل دي. هو ده ايه ده؟ ده كده برانشيمي. ايه ده؟ كولانشيمي. كاتبهم لك تحت اهو. تمام يا مستر. طب ده يا حبيب قلبي في كيوتين، يبقى دي خلايا البشره، وقلنا خلاص برانشيمي. هنا في السيوبارين، يبقى ده الفلين. هنا الاسكرانشيمي او اوعيه خشبيه او قصيبات، طبعا الخشب يعني. يبقى الاسكرانشيمي والاوعيه الخشبيه او القصيبات، الخشب يعني. طب بالتالي صاد وعين حي ولا ميت؟ غير حي، ميت. تمام. فبيقول لي هنا في السؤال: يمكنها انتاج تقاوم الكائنات الدقيقه. هختار كله ما عدا صاد وما عدا عين. يبقى س ماشي، لام ماشي، واو ماشي. اي هذه الخلايا تكون تليوزات؟ الخلايا البرانشيميه، يبقى لام. ما فيهاش قصه دي خالص. تعالى يلا اخر سؤال بفضل الله في كتاب التفوق، والافكار جميله ما شاء الله. يلا كده بسم الله توكلنا عليك يا رب. ايه يا حبيب قلبي وبي وسي؟ اول سؤال حليناه في كتاب التفوق كان بيسالك المناعه التركيبيه، كنت هتقول له بتمنع دخول وبتمنع انتشار. ادي ايه بتمنع دخول وبي بتمنع انتشار، ودي كده تركيبيه. حلو الكلام. طب سي ده خط الدفاع الثاني، بايوكيميائيه، والبايوكيميائيه بتمنع ايه؟ بتمنع انتشار. فبيقول لك يحتوي على انزيمات نزع السميه بايوكيميائيه، يبقى سي. بيقول لك ما هي الماده التي تكون ضمن مكونات سي وضروريه لعمل المستوى بي؟ يعني بتزود كل حاجه، بتنشط جهاز المناعه، اللي هو كل حاجه في جهاز المناعه، اللي هو هتمنع انتشار زي التليوزات، زي كل الكلام ده. مين بينشطه؟ مستقبلات. كده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. خلصنا كتاب الامتحان، كتاب التفوق. اللهم بارك اللهم بارك، وشرحنا المناعة في النبات كاملة. حاول بقى كده، انت بدأت مراجعة اهو في المناعة، حاول تشوف الشرح والحل بتاع كتاب الامتحان وبتاع كتاب التفوق. اشوفكم على خير.